السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة، فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم محبوبة الجماهير، الرخامة البنات، بلا بسكوي، بلا بجوج المقادير اولا ثلاثة فقط. عندي هنايا الكاوكاو اللي حمرته في الفران، وغادي ندوز نطحنو، ما تنطحنوش حتى تيولي غبره، يعني تيبقى شويه مهرمش رقيق. هانتوما غتشوفوا معايا البنات كيفاش غادي يكون الشكل ديالو. تنطحنوا جيدا. عندي هنايا كيلو ديال الكاوكاو لانني تندير كميه كبيره. تندير حتى 3 كيلو 4 كيلو ديال الكاوكاو في مره. هنايا درت معكم غير كيلو ديال الكاوكاو باش تشوفوا معايا الطريقه سهله بسيطه، تجينا نفس العبار، يعني نفس العلو في الحبات كاملين. هنا كيف ما قلت لكم عندي كيلو ديال الكاوكاو اللي هرمشته بالهاشوار رقيق، غادي نحطو جانبا. وغادي نضيف المكون الثاني اللي هو العسل. المهم خليكم معايا البنات، غادي نطحن كاوكاو كامل ونعقبوا نرجعوا باش نشوفوا باقي المكونات. هنايا من بعد ما طحنت الكاوكاو كيف ما شفتوا لاحظتوا تشوفوا معايا، هرمشتو بهذا الشكل هذا، يكون يعني كيف ما قلت لكم غير مهرمش رقيق. غادي نزيد عليه القرفه تتبقى على حساب الذوق، زيدوا الكميه اللي بغيتو. انا تنزيد في كيلو ديال الكاوكاو تنزيد معلقه كبيره ديال القرفه، وهنايا تقريبا واحد نص كيلو ديال العسل. يكون العسل نوعيه جيده باش تجينا الحلوه مزيانه. فتنخلطهم، تنبقى نزيد العسل غير شويه بشويه، نخلطهم حتى تنحصل على واحد العجين اللي يكون متماسك وفي نفس الوقت يكون رخو، واللي نقدر نشكله كيف ما بغيت. هانتوما غتشوفوا معايا القوام ديال الحلوى، غير خليكم معايا خطوه بخطوه، وان شاء الله غادي تنجح معكم من اول استعمال، يعني من اول مره ديروها غادي تنجح معكم الوصفه. بالنسبه لهاد الحلوى ديال الرخامه، كاين اللي تيزيد فيها البنات بسكوي مطحون. بالنسبه لي انا ما تنفضلوش، تنفضل ندير كاوكاو. اللي بغات دير بسكوي مطحون يعني باش تزيد الكميه ديالتها، امكانها دير مثلا دارت كيلو ديال الكاوكاو، غادي دير نص كيلو ديال بسكوي ناشف مطحون، غطحنو وغادي تزيدوا. يعني دائما تنديروا كميه ديال الكاوكاو ونصها ديال البسكوي. هنايا عندي الشوكولاط الاسود اللي حطيته، عندي نص كيلو بالضبط في هذه الكميه هذه، نص كيلو ديال الشوكولاط الاسود اللي طحنته، عفوا اللي حطيته يذوب. وهنايا غنديروا في هذا البلاطو هذا البنات باش تسهل عليا الخدمه، تندير ليه كاغ ديال الزبده بهذا الشيء او كاغ ديال الفران، تنفرشوا ليه. وغادي نبدا نحط في الكاوكاو ديالي اللي دمجته مزيان مع العسل، وغادي نورقه. المهم هانتوما معايا الخطوات البنات راها مصوره كامله واضحه. تنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، او ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اللي تفرج معايا حتى لهنايا البنات ما تنسونيش من اللايك، واللي مازال ما شاركش في القناه يشارك في القناه ويفعل زر الجرس باش يتوصل بكل جديد. انا هنايا باش نعاون راسي بانني نطلقها، تنجيب دلاك وتنبقى نطلق فيها. هنايا اكيد البلاطو راه كبير على هاد الكميه اللي درت انا، فغادي نبقى نقادو حتى يتقاد، ما غاديش يعمر ديال البلاطو كامل، غادي نقادو حتى يتقاد باش يعطيني كيف ما قلت لكم علو واحد بالنسبه يعني الحبات كاملين ديال الرخامه تتجينا علو واحد. هنايا كيف ما تلاحظوا صافي كاوكاو راه عفوا كاوكاو قاديته، او العجينه ديال الرخامه قاديتها، جاني السطح ديالها موحد. وهنايا الشوكولاط كذلك داب. صافي غادي نفرغ نص الكميه تقريبا، غادي نسرحها فوق الكاوكاو ديالي. كيف ما تلاحظوا تنستعين بشي سباتيلا ولا بشي حاجه ولا بمعلقه. صافي غادي نسرحو كامل وغندخلو للثلاجه حتى يبرد مزيان، يعني يشد راسو، وعاد باش غادي نجبدو. وغادي نتوما معايا يعني في الخطوات. فهنايا من بعد ما جمد ليا الطبقه الاولى ديال الشوكولات، فانا غادي جبدته من الثلاجه، درت ليه ورقه اخرى ديال الزبده وغادي نقلبو. في هذه المرحله البنات خاصنا نكونوا سرع. انا هنايا تعطلت عليه لان انا في المحل تيدخلوا عندي كليان، فخاصني نمشي نشوفهم، فتعطلت عليه. حطيت الشوكولاط وما ما درتش، ما زوقتوش بالشوكولاط الابيض بسرعه. المهم هانتوما تشوفوا معايا البنات، هنا الشوكولاط الابيض حتى هو غادي نحطو يذوب.
فخاص مباشره غير نحطوا الشوكولاط الاسود ندوزو عليه الشوكولاط الابيض، لان عندنا العجينه هنايا بارده مزيان، فبالتالي دغيا الشوكولاط غادي يجمد، فاحنا نزربوا عليها قبل ما تزرب علينا. هنايا غادي نسرح هاد الشوكولاط على الوجه ديالها كامل. كيف ما قلت لكم التوتال ديال الشوكولاط تقريبا عندي 500 غرام ديال الشوكولاط، فغادي نسرحوا بهذا الشكل. وهنايا مباشره البنات نديروا عليه الشوكولاط الابيض، لان كيف ما قلت لكم الحلوى بارده، فبمجرد اننا تنبداو نحطوا في الشوكولاط فهو تيبدا يجمد عليها. او لا، من الاحسن يعني المبتدئات انهم يديروا الشوكولاط الابيض في الطبقه الاولى. هنايا راه كنت مشيت البنات ورجعت قطعت لكم التصوير وعاودت عاد باش صورت. يعني بقى هنايا الشوكولاط شويه جمد ليا، فهنايا درت هنايا الكوارث اللي تيوقعوا الاحداث اللي تيوقعوا فسميتو. فكان الشوكولاط صافي جمد، والشوكولاط الابيض حتى هو كان داب وبدا حتى هو تيجمد كيف ما لاحظتوا معايا. فهنايا كنقطع ليا البلاستيكه. فانتوما زربوا عليها ان شاء الله. اللي بغيتو نديرها لكم مره اخرى في لايف باذن الله. صافي هنايا تنحيدها من البلاطو، دغيا جمدات البنات، ما احتاجيتش انني نتسنى عليها، ففي ساعتها جمدات وصافي. وبديت تنقطع فيها، فانا تنقطع البنات من الجهه الاخرى تجيني احسن، لانني تنشوف التقطيعه اللي تندير. تنقاد لها غير الجنيبات صافي، تنقطعها ما فيهاش الكسور نهائيا البنات. تنديرها انا مربعات، ما تنديرهاش على شكل مكعبات، لان مكعبات تيكون فيها الكسار بزاف، بينما مربعات كيف ما تلاحظوا معايا دغيا تتقطع، دغيا تتوجد هذه الحلوى سهله وسريعه وبنينه كذلك. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. تنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك، الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. هنايا كيف ما تلاحظوا تنوريكم كيفاش تيجي السمك ديالها. راه تيجيو الحبات كاملين البنات وحده على وحده، ما تجي لا تتفرتت لا حتى شي حاجه. فالكاوكاو خاصكم ضروري البنات تهرمشوه رقيق، ما تخلوهش غليظ باش ما تجيكمش تهرمش. وهنايا الشوكولاته البنات راني زدت فيه واحد شويه ديال الزيت باش يجيني ساهل حتى في التقطاع ديالو. هنا غادي يكون سالا الفيديو ديالنا. تنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.